يقول عجبت لمن خاف. اي واحد يخاف من اي حاجه. عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اي واحد يخاف من اي حاجه يفزع الى ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله بعاقبها يقول ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوفوا عبارته حتى وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. ازيكم يا حبايب قلبي، وحشتوني من اخر فيديو. قبل ما نبدأ بأي حاجة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا احنا فرزنا مع بعض الفراخ لرمضان، وعملنا بانيه وفرزنا لرمضان، وجبنا فراخ بلدي كمان، وفرزنا وجبنا سمك، وقلنا ان احنا لو احتاجناه هنعمله، وما احتاجناهوش ممكن نعين منه لرمضان، لان بصراحة يا بنات السمك الفترة اللي فاتت دي كان سمين جدا. وجبت شوية من الفوارغ بتاعة البوري، وفرزته برضو كام اكله كده، عشان بتبقى جميل قوي جدا في الصيام. بتبقى سنجاري على رز صياديه، او رز بالبصل، بيبقى جميل قوي يا بنات والله، بتبقى طعمها حلو. فالفوارغ بتبقى بتيجي شهر واحد بس، وبعد كده بتتقطع تاني. دي يا بنات مقتطفات كده من فيديوهات اللي انا كنت عاملاها لرمضان، عشان اللي ما شافهاش يشوف انا فرزت قد ايه وعملت قد ايه. معاكي يا بنات فرزي، ما معاكيش لو هتجيبي فرختين الاول بس اسبوع من رمضان، نص كيلو لحمه، نص كيلو مفروم، لو هتجيبي نص كيلو بانيه. الطماطم بقى والخضار كانت الفتره اللي فاتت رخيصه، فرزت شويه من الطماطم حلوين قوي، وفرزت كمان شويه من الكرنب. جبت كرنبتين كده، ما فرستش غير الكرنبتين، لان ما تكتريش محشي في رمضان، ودي نصيحه. الاكل مش بيتاكل كله، يعني اعملي حله بس صغيره محشي. لو كرنب مثلا ممكن تعملي كرنب على ورق عنب في حله واحده عادي، مفيش مشاكل. ممكن تعملي كوسه على بتنجان برضو في حله واحده، حاجات كده صغيره وعينات، علشان ما تضطريش انك ترمي حاجه او الاكل يبقى بايت، وطبعا الاكل البايت ما بيبقاش كويس. عايز اقول لك كمان ان في حاجه ميزه كويسه قوي في رمضان اللي جاي باذن الله، ربنا يرضى يا رب يعيده علينا، لا فاقدين ولا مفقودين، وبالخير واليمن والبركات زي ما بيقولوا. فبقول لك حاجه كويسه جدا ان هو هيجي في الشتاء، ان الاكل هيبقى خفيف، مش هنشرب كل حاجه ميه ونبقى عطشانين جامد، هنبقى جعانين، لان الشتاء بيجوع زي ما بيقولوا كده، وبنقلبز وبنتخن. خلصتي تفريزات الفراخ، وفرزت شويه مثلا من السمك لو عندك. جبت شويه من الكرنب وفرزتيه، شويه من الطماطم، فرزت كام كيلو بسله كده. والنصيحه يا بنات اللي انا برضو فهمته بعدين، مش من اول جوازي يعني، ومش من اول ما بدات التفريزات، نصيحه يعني. البسله يا بنات بتتفرز في اول ما تطلع بعدها بحوالي اسبوعين بالظبط، بس وهي لسه خضره طريه كده، ما تجيبهاش وهي ناشفه، بتبقى يا بنات مسخه، بتبقى مش مسكره، بتضطري ان انت تحط لها مثلا حاجات كتير، ما تبقاش برضو والله يا بنات بنفس الطعم بتاع البسله اول ما بتطلع، وده اللي انا يعني عرفته. طيب انا عايزه افرز كميه كبيره بتمن صغير، ولا افرز كميه على قدي ما يترماش منها، وكل ما اعمل ابقى مبسوطه من نفسي، كل ما اعمل مثلا طبق بسله كده واكله بسله ابقى مبسوطه من نفسي، واقول الله ده انا الاكل طعمها حلو قوي. لا، احنا مش عايزين نفرز كميات وفي الاخر ما نستعملهاش. يعني انت مثلا لو انت واحده عندك فريزر ثلاجه، وده اللي بيحصل، لان انا برضه عندي فريزر ثلاجه، ما عنديش الفريزر اللي هو لوحده يعني، الديب فريزر ما عنديش. ف لما بجيب مثلا فراخ او لحمه او سمك او حاجه، وبتلاقي مفيش مكان في الفريزر عندي، بقوم اضطر ان انا ارمي كيس بسله. طب انا جايباها برضو بفلوس، وبستنى، كنت في الاول بستنى لما البسله ديت ترخص، يعني تبقى مثلا اول ما بتطلع مثلا الكيلو ب 20 جنيه وب 25 جنيه، كنت استنى ما توصل ل 20 15. ده في الايام اللي فاتت يعني، لان كانت هي قبل كده بتبقى ب 10 وب 8 وب 7، وكنا بنجيب كميات في اخر السنه في وقت التفريز بتاعها. بس دلوقتي خلاص جيت اشوف، لقيت لا، طعمها بيتغير، مش مسكره، مش طريه، بتاخد وقت كتير في السوا، وبتجلد مني.
فقُلت لأ، أنا هاعمل حاجة وده الكلام ده أنا عملته من السنة اللي فاتت، أنا هاعمل حاجة كويسة. البسلة وهي بتبقى لسه طالعة يا بنات، بتبقى لسه ظاهرة في السوق، بتبقى مسكّرة وطرية جدًا، وبتبقى طعمها حلو أوي، طعمها بيبقى مميز جدًا، تحسّي فيها كده طعم مختلف بجد حقيقي. فأنا عملت إيه بقى، قُلت طَب أنا على إيه، طَب أنا هاجيب البسلة، وبدل ما أجيب 5، 6 كيلو، 10 كيلو بسلة أفرّزهم، أو 5، 6 كيلو بسلة، طَب ما أنا أجيب 2، 3 كيلو وافرزهم بس وهم لسه جديده مثلا بتمن 5، 6 كيلو، مش هيتاكلوا ويبقى طعمها مش حلو. هتلاقي اولادك وجوزك بيسيبوها في الطبق مش بيكملوها، وهتسخنيها بقى تاني وتتعبي. انما انت لو جبتي مثلا 3 كيلو 4 بسله بتمن اللي انت هتعمليه بعد كده يا بنات، هتشوفي انك الطعم بتاعها هيبقى مختلف وحلوه جدا. طيب كمان الكرنب اليومين اللي فاتوا كان ما تفرزيش يا بنات، نصيحه، ما تفرزيش الكرنب الكبيرة، ما تجيبيش الكرنبة الكبيرة أوي وتفرزيها، لأ هاتي الكرنبات الصغيرة دي، بيبقى طعمها أحلى، بيبقى طعمها جميل. استني لما الكرنب اللي هو بتاع البط ده، يبقى اسمه كرنباية بطاية، بطاية كده بتبقى مدورة كده ومبططة كده، احنا بنسميها عندنا في بلدنا بطاية، بيبقى طعمها حلو. وهاتي اكتر حاجه الكرنب البلدي اللي يكون قشرته او ورقته قصدي ناعمه، اللي هي ورقته رقيقه قوي، ما تجيبيش الورقه التخينه اللي كلها عروق. انا مش بفهم في الكرنب عامه والله، بس بقول للراجل اللي انا بجيب منه، في واحد كده انا متعهده معاه يعني ان انا بجيب منه الحاجه ديت زي ما انا عايزه. فبقول له انا مش بعرف فيها، معلش من فضلك اعمل هات لي واحده كويسه يكون وراها رقيق وكلام من ده، انت عارف طلبي. فهو بيجيب لي طلبي، بجيب كرنبه حسب ما يفض معايا فلوس كرنبتين، يعني مش بأزم نفسي. طيب انتي معاكي فلوس انك تجيبي، يعني مثلا كميه الفراخ اللي انا جبتها ديت، الاربع فراخات دول، انا مش كلهم خزنتهم لرمضان، لا انا خدت منهم على قد احتياجي، يوم ما بيكون الدنيا واقفه معايا، يوم ما بيكون مفيش فلوس في البيت، يوم ما بيكون مزنوقه في مصروف في البيت او دروس الاولاد او كلام من ده، بطلع يا بنات اكله واتنين وتلاته من اللي انا مخزناه، واقول همشي الدنيا عشان ما يربكش الدنيا، وكمان الاولاد محتاجين ان هم ياكلوا يعني. وبعدين ربنا ما عيشناش مثلا لرمضان، الله اعلم احنا هنعيش ولا لا. فاللي هو بصي ما تأزميش نفسك، انا قصدي اقول لك من الكلام ان احنا ما تأزميش نفسك. انت عندك اكل في البيت بس ما تعتمديش عليه، انت خليكي ماشيه في ميزانيتك وميزانيه بيتك وكلام من ده. طبعا الاجنحه والرقب والقنص وسلسله الظهر والرقبه وكل الكلام ده اللي طالع من الفرخ، من الاربع فرخات، انا بعملهم اكله لوحدهم. وطبعا ما بيتعملوش في رمضان، بيتعانوا لايام بعد العيد بقى، بيبقى خلاص الميزانيه مخسعه خالص زي ما بيقولوا كده، وطلعين ابيض يا ورد من رمضان والعيد، العيديات وحاجة العيد ومش عارف ايه، فبتبقى التلاجة فضت، هي دي بقى الأكلات اللي بتنفعني جدا 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 يا بنات في بعد العيد. هتقولي لسه في وقت طويل، والله العظيم يا بنات ما في وقت طويل ولا حاجه، الايام بتمشي في ثانيه، الايام بتمشي بسرعه جدا. فجاه هتلاقي الدنيا عدت. زي واحده جارتي بتقول لي النهارده، بقول لها يا لسه حوالي 18 يوم او حوالي 20 يوم عن رمضان عامه يعني. لسه بدري، ده أنا لسه ما بدأتش في الشقة بتاعتي ولا عملتها. قالت لي احنا النهارده هيقولوا النهارده اول يوم رمضان، بكره كمان شويه يقول لك ده فات اسبوعين، نص رمضان راح، واحنا خلاص العيد فاضل عليه اسبوع. ففعلا كل ما افكر فيها فعلا كل سنه بيبقى بالطريقه دي، كل سنه تحس ان الايام بتجري. كمان رمضان جاي علينا السنه دي في مدارس وتقييمات بقى وصحيان بدري بصي الله يكون في عون الاولاد والله العظيم بجد، اللي هم اعدادي وثانوي وابتدائي عامه يعني، لان كانوا قاعدوا شايلين الهم زياده عن اللزوم. واحنا طب عايزه يعني الواحد هيمشي يومه ازاي وكلام من ده مش عارفه. فيا رب كده يهونها ويعدي بسرعه علينا رمضان، لان جاي في الشتاء جامد قوي والبرد شديد بصراحه. وكمان جاي في مدارس واول الترم، فبيبقوا شادين شده جامده قوي. واللي عندها اطفال بقى في ابتدائي ولسه صغيرين زي تالتة ابتدائي وكلام من ده، فبيصوموا وبيروحوا دروس، وبيجوا من المدرسة بيروحوا دروس وبيفضلوا صايمين. غير بقى الثانوي، عندي بنوتي في الثانوي بتخرج من الصبح من بتقوم الساعة 6، تروح المدرسة، وبعد كده ما تيجي من المدرسة على طول والله ما بشوفها، بتفضل في الدروس لحد ساعة المغرب كده ما بيدن خلاص. وانا بقى واقفه في البلكونه ابص عليها جت ولا لا، واتصل خلصتي جاتي. غير كمان ان احنا منطقتنا مثلا بعيده عن الدروس،
فبتضطر ان هي تركب مواصله عربيه بقى، فبيبقى الدنيا زحمه جدا وتبقى الناس على بعضها، فببقى خايفه عليها جدا، وبفضل مخليه اخوها مثلا يروح يستناها على الطريق وكلام من ده. طبعا شوفي خزنت، شوفي حطيتهم في كيس التلاجة، مش بحب احطهم في اطباق يا بنات عشان ما ياخدوش مساحه. طبعا البتاعتين دول هعملهم بانيه، السيدين دول هعملهم بانيه، وعملت معاكي البانيه وهعملهم كمان البانيه دلوقتي قدامك. دي كمان برضو كنت فاض معايا فلوس وحوشت كده قرشين، قلت اما اجيب بقى فرختين. يعني انا كل اللي انا حوشته يا بنات 6 فرخات لرمضان وكده، 100 فل جدا جدا جدا. على يوم هناكل مثلا شويه طباره، مثلا يوم هناكل سمك مشوي، يوم هناكل اكله عيش. واكله عيش ده عايزه اقول لك ان هي اجمل حاجه في رمضان مع العدس يا بنات والله. يعني سواء عيش لوحده او اكله العدس اللي هي فتة العدس دي، بتبقى اليوم ده مزاج، بيبقى مزاج 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 بالنسبه لي. قولي لي بقى انت في الكومنتات، يوم العدس ده بتعملي مع العدس ايه؟ انا واحده بعمل مع العدس حاجات كتير جدا. يعني مثلا بعمل شوربه عدس، وبعمل جنب شوربه العدس بكون بالشعريه طبعا، وبعمل جنب شوربه العدس بعمل فتة عدس، وبعمل كمان حاجه اسمها بصاره عدس، وبعمل بطاطس مقليه، وبعمل بقى بتاع اللي هي ملوخيه. بجيب ملوخيه، وكون مثلا لو انا مش مخزنه ملوخيه بجيب الملوخيه الناشفه دي وبعملها. وبعمل شويه بقلب بطاطس، واجيب بقى طماطم وسلطه وخيار وكلام من ده ومخلل وكلام من ده، ونقعد ناكل، بتبقى اكله جميله جدا. فتة العدس دي يا بنات بجيب العيش وبحمصه، وبنزل كده عليه بالشوربه بتاعه العدس، وبعد كده بقى بنزل عليه بقى بالخل والثوم يا بنات، بتبقى تحفه والله. بعملها في طبق كبير كده، بتبقى جميله قوي قوي بصراحه. عايزه اقول لك بقى اكله العيش وما ادراك ما اكله العيش. اوعي تقولي اكله العيش هناكل عيش النهارده ومش هقدر ان انا اطبخ وكلام من ده. عايزه اقول لك ان اكله العيش والله هد اكتر من الطبيخ. يعني انت لو عملتي مثلا اكله فراخ مثلا محمره، جنبيها شويه رز وجنبيها شويه بطاطس مثلا او خضار، بالنسبه لك اسهل بكتير من اكله العيش. انا اكله العيش دي بالنسبه لي بتبقى عذاب يا اختي عذاب، اللي هو كل واحد بيتمنى أمنية وبيجي يحقق أمنيتها عندي يوم العيش ده. طبعا كنا زمان أيام ماما الله يرحمها في بيت بابا وكلام من ده، كنا أيام أكلة العيش دي ماما تقوم من الصبح بدري تعجن العجين وتخبز كماج ده العيش الأبيض ده اللي بيبقى شبه السفنج ده. ودي كانت أحلى حاجة في أكلة العيش. كنا بقى نقعد بقى كده نبطط معاها ون... ونعمل العيش قدام الفرن وكلام من ده. تقوم بقى نعمل بقى فول بطماطم اللي هو فول بالقوطة، نعمل بطاطس محمرة، نعمل ملوخية، نعمل يا بنات قولي معايا، نعمل بتنجان مقلي ومسقعة، ونعمل فلفل مقلي، ونعمل بطاطس مقلية، ونعمل بطاطس شكشوكة، ونعمل اللي هي البيض شكشوكة، ونعمل ايه تاني يا بنات قولوا معايا، ونعمل طبعا الخيار والسلطة والكلام، وطحينة لازم أساسي طحينة في الأكلة، وجبنة قديمة وجبنة رومي ولانشون بالبيض، ونعمل ايه كمان، ونعمل ملوخية، ونعمل شوربة عدس كمان. بصي ولا الطعمية مبقاش فيه طعمية. لو عملت طعمية كنا بنعمل طعمية البيت، اللي هي نجيب العجينة احنا اللي نعمل الفول الأخضر ده، نعمله عجينة، نقشره ونشيل القشرة اللي جواه اللي هي البيضة دي، ونبدأ بقى نطحنه في الخلاط ونعمله عجينة في البيت. أو نجيب اللي هو الفول الأصفر اللي هو المدشوش اللي بنقول عليه المدشوش ده، ونبله من قبلها بيوم، ونعمل عجينة طعمية في البيت. تبقى كل حاجة في البيت. دي بتبقى يا بنات أحلى أكلة. بناكل أكل يعني احنا بناكل دلوقتي، وبعد كده شوية نجوع نروح نجيب نكمل تاني ناكل ويفيض منه على العشاء على السحور، ونجيب ونكمل السحور بتاعنا من أكلة العيش. كانت بتبقى جميلة جدا. والعيش كانت ماما ما كانتش تخبزه غير قرب المغرب، يعني بعد العصر تبدأ ان هي تخبزه بقى في الفرن عشان يطلع سخن وناكله، يبقى محطوط على الفطار كده وعلى الطبلية وهو لسه سخن. يا على الايام زمان، يا على الخير بتاع زمان، يا على اللمة. راحت فين اللمة وراح فين الناس زي ما بيقولوا كده، راحوا فين حبايب الدار زي ما بيقولوا. فاللي عنده عيلة واللي عنده ام واللي عنده اب بيروح لهم او بيتعزم عندهم، يحمد ربنا. دي نعمة 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 يا بنات والله، نعمة من عند ربنا. الأهل نعمة من عند ربنا، واللمة والعيلة. واللي ما عندوش بقى زي حالاتي كده، ربنا يخلي له ولادي يخلي لي ولادي ويخلي لي زوجي، ويكون هم عيلتي ولمتي. انت بتعملي العيلة، وانت اللي بتخلي الناس اولادك بيبقوا من حواليك بطريقتك وبطباعك وبحبك ليهم وبحنيتك عليهم. اوعي تقسي على اولادك. الزمن اللي احنا فيه يا بنات قاسي جدا والله، فمش هيبقى اسوأ من بره في المجتمع اللي هم عايشينه، واسوأ كمان جوه البيت.
حاولي تحنني قلب جوزك على ولادك، يبقوا يحبوهم، يبقوا هم كل حياته. وانت كمان يعني مش بقولك دلعي وبس، لا، خليكي حنينه وخليكي في نفس الوقت شديده، وفي شعر ما بين الشديه والحنيه، انك تكوني مش مدلعه بس تكوني مفهمه كل حاجه، الغلط غلط والصح صح. هي دي التربيه السليمه، وهي دي التربيه السويه في كل الاحوال يا بنات. طبعا عايزه اقولك ان انا خلصت كده الفرختين، وهعمل بقى البانيه قدامك عشان يبقى كل دي تفريزات رمضان احنا جبناها من اول والاخر اهوت وكده. طبعا ما نقدرش انسى نفسي في اكله فسيخ ورنجه اللي انا مش بقدرش ان انا ما اعملهاش قبل رمضان، ده اللي انا كنت محوشه لها التحويشه الجامده. مع انهم عاملين عروض بقى بتوع الفسخانيه بقى، بيسموهم ايه والله ما انا عارفه، بتوع الفسيخ، الفسخانية تقريبا يعني. عاملين شوية عروض في بلدنا كسرين الدنيا من عروض الفسيخ والرنجة، واحنا الكسبانين. هما انتوا بس اعملوا عروض فسيخ ورنجة ومالكوش دعوة بالكلام ده، ضيعوا الميزانية بتاعتي في الفسيخ والرنجة اللي انا بحبهم. يعني انا مدمنة مدمنة، وولادي طالعين زيي وجوزي برضو طالع يعني. صعبين قوي في حكايه الفسيخ والرنجه ديت، اي حاجه حادقه احنا ضاربين فيها، احنا ماشيين في اي حاجه حادقه. فاللي هو كلنا املاح والله يا بنات وتعب وفوار على طول في البيت بسبب الايه، بنحب الحاجات الحادقه اكتر من الحاجات المسكره. وسبحان الله جوزي نفس الطريقه بتاعتي يعني. الفسيخ والرنجة جبت طبعا قبل رمضان، لازم تعمليها في نفسك، لازم تعمليها. لازم قبل رمضان كده كل سنة لازم اجيب اشبع بقى من الفسيخ والرنجة. مع ان بقول لكم يا بنات، قلت لكم قبل كده في فيديو برضو، ان انا اول يوم في العيد لازم اكل فسيخ ورنجة. بصي، عيد صغير عيد كبير انا مش رحماه، عيد صغير عيد كبير انا برحمش الفسيخ والرنجة. حتى لو كان عندي فراخ، عندي لحوم، عندي اي حاجة لازم. طبعا عايز اقولك كمان حاجة، عشان في ناس كتير 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 جدا بتقع في المشكلة ديت، وانا كنت بقع فيها قبل كده يعني. فعودت نفسي على الطريقة دي. يعني انا مصروف البيت طبعا انا كده مخزنة حاجة رمضان كويس، اللي مخزنه او اللي مش مخزنه. طبعا ربنا يفرجها عليك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. اللي ما خزنتش اي حاجه رمضان، والله ربنا هيبارك لك في حياتك وبيتك، وهتتلاقي الخير عندك. رمضان شهر الخير والبركه والله العظيم يا بنات، بجد حقيقي والله. فبقول لك ايه، لو انت كنت مخزنه او حاطه قرش على جنب وكلام من ده، اوعى تنسي يا بنات ال3 ايام بتوع العيد والاجازه بتاعه العيد، لان احنا بنيجي نبص في التلاجة ما بتلاقيش اكل نعمله. اللي هو احنا فضينا التلاجة على رمضان، وبنبقى ناسيين خالص ان احنا في حاجات، وبنطبخ بقى في حاجة العيد، اننا نجيب الكحك والبسكوت والفول والشوكولاتة والبيبسي والحاجات اللي احنا بنقعد نجيبها دي. فاللي هي يا لهوي التلاجة فضت، طب احنا هناكل ايه؟ هي عايزه اقول لك بقى ان اكلة بقى البانيه دي حلوه قوي 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 يا بنات. في العيد ليه بقى؟ في العيد بيبقى جاي لك ناس، بيبقى جاي اصحابك، الناس بتكلمك في التليفون تعايد عليكي، وانت بتبقى عايزه اكله سهله وسريعه وبسيطه، ما تطلعش من المطبخ بقى كتير، لانك بقى زهقتي بقى من اكل رمضان بقى، والمحاشي والمحمر والمشمر زي ما بيقولوا. احنا جربنا المحمر، لسه المشمر ما احناش عارفين هو فين ده المشمر، هنشوفه. المهم، فزهقت بقى من اكل من فتحه المطبخ طول رمضان، فعايزه اكله بسيطه. شايفه اكله البانيه دي، انا فكرت فيها ان انا ان شاء الله باذن الله ان عشت هتبلها كده واحطها في الفريزر واسيبها، واكتب عليها للعيد، للعيد اللي انا بتلاقيش فيه اكل في التلاجة. بقول الاكل بتبقى كانك داخله سباق وحلفانه، ما انت سايبه فريزر التلاجة ده لما تشطبيه على رمضان وتطلعي منه مفيش. طبعا يا بنات بقوم جايبه فرخه كده حلوه، من لو فرخه اميات تمام، او فرخه وزنها حلو 3 كيلو ولا حاجه، وبقطعها يا بنات وبتبلها، اللي هي بتبقى فيجيتار، اللي هي الفراخ المقرمشه دي، برده في العيد بتبقى جميله جدا، على شويه مكرونه وعيشي بقى حياتك. طبعا اول يوم مثلا لو هتاكلي فراخ تمام، هتاكلي فسيخ زي حالاتي ورنجه تمام، كلام من ده. برضو تالت يوم يا بنات بتبع بقى اسلوب. شايفه بقى الحاجات الكبد والقوانص والحاجات دي، يا سلام عليهم بقى، شويه بصل كده وشويه عيش كده نروح نجيبهم من الفرن طازه، وشويه طحينه وبطاطس مقليه، وعيشي حياتك. انت كل اللي انت بتعمليه بتقوم راميه الكبد والقوانص، غسلها كويس جدا بالخل والملح والليمون والدقيق وكلام من ده، تطلع منهم كل الزفار. بعد كده تقطعي شويه بصل حلوين، ولو انت عندك وقت قبل رمضان في التشطيبات كده بتاعه رمضان، فقطعي شويه بصل كده وارميهم في الفريزر، علشان يوم العيد بقى ما تحطش بقى ايديكي بصل وتخلي الشقه ريحتها بصل، تبقى معطراها بقى ومظبطاها وكلام من ده. فاعملي شويه بصل كده وحطهم في الفريزر للاكله دي. تالت يوم بقى، ما خلاص بقى انتوا اكلتوا الفسيخ والرنجه، وكلتوا مثلا فرخه مقرمشه، فرخه متبله وكلام من دوت الحاجات بقى، الكبد والقوانص والحاجات دي، شويه بصل كده في الحله وارميهم بقى في الايه،
مع شويه البصل، ووطي عليهم وسيبيهم هيعملوا مشهد شويه طحينه، وتعملي شويه شيبسي او بطاطس محمره وشويه سلطه ومية مية، وشويه عيش من الفرن كده طازه حلوين. والله يا بنات هيبقى احلى اكله. طيب انا ما عنديش مثلا امكانيه ان انا اجيب فراخ او كلام من ده، نص كيلو لحمه مفرومه عصجيها واعينيها في التلاجة. تعصيجة بقى ايه يا بنات؟ تعصيجة الحواوشي. تعصيجة الحواوشي عصجيها وروحي عينيها في البتاع. انا جبت يا بنات هوريكم كمان شويه، الفيديو هيجي اهوت الطريقه اللي انا عملت بيها، اللي انا عاينه بيها البتاع. هعملها كده واحطها في الفريزر. نص كيلو لحمه مفرومه هينفعني كتير جدا لو ما نفعنيش، لو ما عستهوش في رمضان. طبعا هيبقى حواوشي تقيل شويه في رمضان، فمش بنعمله كتير في رمضان. طبعا المكرونه البشاميل في رمضان بتبقى يعني لو عملتها مره واحده في رمضان يبقى كده خير وبركه، وكتر الف خير ان هم اصلا اكلوها، لان بتبقى تقيله شويه في رمضان يا بنات، فما تكتريش منها. ولو عملت اعملي كميه صغيره على قدكم، يعني شوفي كل واحد هياخد خرطه واحده، صينيه صغيره وعلى قدها، وخلاص كده احنا انتهينا، وكده خلاص الدنيا تمام. باجيبه وبعمله خلطة الحواوشي اللي هو ني في ني، يعني بصل وحباية الطماطم والفلفل الأخضر وتبله كلام من ده، واحطه في كيس كده، واحطه في التلاجة في الفريزر لو احتاجته. طب انا هعمل حواوشي في العيد، اعملي حواوشي في العيد. طلعي البتاعة ديت وسيبيها لما تفك خالص، وكورها كده كور صغيرة. بعد كده يا حبيبة قلبي هاتي عيش من الفرن عادي، وابدأي افتحي العيش وحطيه ودخلي جوه الفرن تستوي على البوتاجاز. اسهل أكلة وأحلى أكلة. طيب انا كمان يا بنات جبت حاجات تانية، يعني اللي هي الحاجات اللي هي السريعة دي، اللي هي يلا 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 يلا. طبعا هنبدأ الفترة الجاية في تنظيفات رمضان ان شاء الله. هبدأ من اول الشهر، هيبقى لسه حوالي 18 يوم. ربنا كده يقدرني ويقدركم يا رب. كده ما تبدأيش ما تبدأيش شغل رمضان انك تنضفي الشقة. انا هنضف الشقة على رمضان، مش هنضفها يا بنات على العيد، اللي حاجات بسيطة خالص كده، لان هبقى صايمة. ف وهيبقى النهار قصير جدا يا بنات، فاللي مش هتلحقي، مش هتلاقي تصحي عيالك المدرسه، توديهم الدروس، تعملي الفطار، تقيميهم للسحور، هتبقي انت هلكانه لانك ما بتناميش. عندك اطفال بتروح حضانه، عندك اطفال بتروح مدرسه، والدنيا برد ومحتاجه نوم، وهتبقي جعانه، لان الصيام في الشتاء بيجوع جامد جدا. فنصيحة مني يعني انك ايه تبدأي تخلصي بيتك في ال 18 يوم الجايين دول. اغسلي الحفاظات واركنيها، وما تشيليش السجاد يا بنات دلوقتي، يعني ما تشيليش السجاد وتسيبيه خالص. يعني روقي 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 خالص، وسيبي الحفاظات افرشي عليها ملاية كده او اي حاجة، او سيبيها انت كده كده تغسليها. روقي، امسحي الشبابيك، وامسحي الخشب، وامسحي كل حاجة بمية. ما تعمليش مية كتير، لان احنا في البرد واللي عندك اطفال هيتعبوا، وانت نفسك هتتعبي. وما تسيبيش البيت من غير فرشة، لان الدوس على البلاط بيجيب برد يا بنات، وبيخلي الشقة برد جدا. فانت سيبي حكاية السجاد دي لاخر حاجة، يعني اخر يومين كده تبدأي ان انت تطلعي السجاد تشمسيه، والحفاظات تغسليها في الغسالة وتنشريها، وعلى طول تدخلي السجاد يكون الحفاظات نشفت، تفشي عليها على طول قبل رمضان بيوم. ده اول حاجه. تاني حاجه، مش عايزاكي ان انت مثلا والمطبخ، عايزاكي المطبخ بقى يتغسل غسله تنظيفه عميقه جدا للمطبخ بتاعك، علشان ما تجيش بعد كده رمضان غسله المطبخ دي تفضل معاكي لحد بعد العيد. يعني هنضف الدولاب المطبخ كويس جدا، وهغسل الحيطان، وهغسل السقف، ون... ونغسل البوتاجازات والحواض وكلام من ده. بصي كل حاجه، ونروق التلاجة، وكل حاجتنا تكون متظبطه كده. ونجيب حاجات للتلاجة نحط الاكل اللي فايض فيها، وتظبطي نفسك كده، والتربو بتاعك بتاع الخضار، وتفرشي تحته حاجه لو هو مخرم او كلام من ده، وتظبطي نفسك وتظبطي تلاجتك وكل حاجه. وكده انت كده خلاص تمام تمام. فده بقى اللي عايزه اقوله لكم، علشان ما تتعبيش نفسك وتبقي ميه بقى وصايمه وكلام من ده، فهتتعبي. فانت خلصي بقى التنظيفه عميقه يا بنات، لسه في 18 يوم، يعني انا هبدا من يوم السبت باذن الله ان عشنا. فهتبدا منك 18 يوم. ابداي اوضه 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 اوضه، تنظيفها عميقه جدا. نظفي وفرشي، ما تسيبيش الارضيه من غير فرشه، هتبردي هتتعبي. لو عندك اولاد صغيرين او كبار والله يجي لهم برد، والدنيا هتتعكي عليكي تاني. فانت سيبي فرشه الشقه لاخر حاجه خالص، قبلها بيومين 3 كده. ده طلعي السجاد نفضيه كويس جدا في الشمس، وبعد كده تكوني بتغسلي الحفاظات برضو في نفس اليوم، وظبطي الدنيا وخلاص.
جبت يا بنات نص مفروم اهوت، من اللي هو منفذ امان اللي هو تبع الجيش. جميل قوي يا بنات اللحمه، والله العظيم بجد تحفه تحفه تحفه. جربتها قبل كده. وجبت كمان برجر توابل، التوابل الشرقيه دي جميله قوي يا بنات، بس محتاجه ان انت تحط لها، هي اسمها التوابل الشرقيه بس محتاجه توابل على فكره يعني. هي 30 قطعه بدل 25 عليها عرض، وب 125 جنيه. ب 125 جنيه تقريبا تقريبا ب 125 جنيه. فاللي هي 30 قطعة كويسة جدا. هتقليها وتحمريها، وبعد كده تحط عليها ملح وفلفل عشان هي ناقصة توابل شوية، وشوية مكرونة، وكده هنعدي اليوم. عدي الأيام الجاية يا فوزية، عدي الأيام الجاية يا فوزية، بأي حاجة من البيت كده. يعني هما الأكلتين دول هيقضوني مثلا، هقول لك إيه، 5 أكلات مثلا. أنا هعمل مثلا كل لو مثلا 10 قطع برجر على شوية مكرونة كده غدانا تمام، ونعدي. النص المفروم ده هعمل نص بصينية بشاميل صغيرة، والباقي هعمله ممكن حواوشي، وممكن أعمله كفتة بسيطة كده، أو أعصجه مع اللحم مع شوية من الكفتة. عشقي ومعشوقي بقى الفسيخ والرنجة، اللي أنا ما أقدرش إن أنا أعدي يجي على رمضان من غير ما أشبع منه. عرض يا بنات، عرض جبار، عرض جبار. وبعد ما انا جبته في محل تاني عمل عرض تاني، وانا هموت عليه واروح اجيب تاني، بس مش عارفه كنت اجيب تاني ولا لا. انا كده هيجيلي املاح قبل رمضان، وهضطر ان انا اجيب فوار، والدنيا هتبوظ عندي. بس عمل 4 حبات رنجة، و4 حبات فسيخ كبير ب 300 جنيه. شايفين بقى؟ انا بقى جايبه ايه العرض دوت ب 200 جنيه، بس عرض جميل جدا. عايزه اقولك ان انا طبعا اكلت من الرنجة واكلت من الفسيخ، والله يا بنات كان تحفه. زبده زبده، انا مش مصدقه اصلا ان هو كده يعني في الشتاء كده، وان هو يكون سايح قوي كده، ويكون جميل قوي كده بصراحه. كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون فتحت نفسكم على الفسيخ وجريت رأيكم كده. يا رب يكون الفيديو عجبك. يا حطي لايك لو ما حطيتيش لايك للفيديو، ارجوكوا حطي لايك علشان القناه ترفع وعشان افعلها. شايفين يا بنات؟ والله العظيم بجد ورد ورد بجد حقيقي. هاتي فسيخ قبل رمضان اشبعي منه بجد يا بنات. الفسيخ جميل جدا، وعاملين عروض جامده جدا والله. مبسوطه جدا بيكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.